السؤال المرة دي هيكون مختلف وممكن يظهر في أي لحظة، فورينا مهاراتك وجاوب عليه. جمهور الدوري المستديرة بمكي معاكم في مقارنة جديدة، والنهاردة مقارنتنا هتكون بين هنري وأجويرو. أول حاجة نبدأ بيها وهي عدد الأهداف. هنري جايب 411 هدف، أما أجويرو فجايب 427 هدف. وتاني حاجة نخش بيها وهي الألقاب الجماعية. هنري جايب كأس العالم واليورو الأوروبي وكأس القارات والدوري الإنجليزي مرتين وكأس الاتحاد ودوري الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا. أما أجويرو فجايب الدوري الإنجليزي 5 مرات وكأس الرابطة 6 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي ودرع الاتحاد الإنجليزي 3 مرات والدوري الأوروبي وكأس كوبا أمريكا كأس العالم تحت ال20 سنة. وتاني حاجة نخش بيها وهي الجوائز الفردية. هنري جايب الحذاء الذهبي الأوروبي مرتين وجايب الحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي 4 مرات وأفضل لاعب في إنجلترا مرتين وجائزة ترونزي الذهبية. أما أجويرو فجايب هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في الشهر 7 مرات، جائزة هداف كأس العالم تحت ال20 سنة وجائزة أفضل لاعب في كأس العالم تحت ال20 سنة. كده تكون خلصت المقارنة بتاعتنا، ونخش في سؤال الحلقة. سؤال الحلقة هو: ما هو اللقب الأوروبي الذي فاز به أجويرو مع نادي أتلتيكو مدريد؟ هل هي دوري أبطال أوروبا ولا الدوري الأوروبي ولا كأس الكؤوس الأوروبية؟ واستنونا في الحلقات الجاية إن شاء الله، وما تنساش تكتب لنا نقارن بين مين ومين الدور الجاي. ومع السلامة.